ما كانوش مصدقين اللي بيحصل للاطفال على جزيره ايفستين طلع بيحصل عندنا عادي كده. ادي دكتور بيقول بيحصل ايه في العيادة. طب ثواني بس، اللي ما يعرفش اللي بيحصل في جزيره ايفستين ان هم بياخدوا الاطفال اللي جايين عن طريق يعني مش مشروع او نتاج زنا او كده، بياخدوا النخاع وبيحقنوه في الجلد ويصغروا بشرتهم، حاجات كده يعني في قمه القرف والاجرام دي كده. ادي دكتور بيقول بيحصل ايه في العيادات. بتربي الاجنه في بطون الامهات اللي بيحملوا سفاح من زنا والعياذ بالله لغايه اما الست توصل للشهر السابع او التاسع تولدها. يجي الدكتور ياخد الولد الصغير يسافر بيه على الطياره، ياخدوا منه النخاع، ياخدوا منه النخاع الشوكي. هو ده مش دكتور، ده سفاح. ودي حقنه ناس الدغيتي خدتها بنفس الطريقه. جزء من البيبي اللي انت بتقولي عليه، وجزء من بيبي عنده 6 اشهر بياخدوا منه الجزء ده، وجزء منك، وبيعملوهم كده مع بعض، بيخلطوهم خلطبيطه في الخلاط ويدوهم لك. توصل ل $40,000 الحقنه. الله، لا رخيصه قوي. معلش بس، هو احنا مشكلتنا في ان هي رخيصه قوي؟ طيب طالما بسمة وهبة قالت ان مشكلتنا في ان هي رخيصه قوي، يبقى انا على فكره انا عايز اكون منصف، بس انا هاجمت ايناس الدغيدي هنا كذا مره في كذا موقف في كذا حاجه، لكن في النقطه دي هي ما قالتش انها حقنت. وبسمة وهبة طالما قالت لا ده رخيصه قوي، يبقى هي ما بتتكلمش على ان هي حقنت ولا لا، لان دي جريمه كبيره فهي مش هتعديها لها وتسكت. يعني بسمة وهبة استاذه ان هي تاخد لقطه وتطلع، يعني هي مذيعه شاطره في الحته دي، او مش مذيعه شاطره، هي شاطره في ان هي تغلط اللي قدامها، او شاطره انها تتصيد. المهم يعني هي بتعرف تسلك، فما كانتش هتعديها لايناس الدغيدي. فانا ما اعتقدش ان الناس عملت كده، مش ثقه في اخلاق ايناس ولا حاجه يعني، بس هي ما قالتش انها عملت كده واحنا لينا الظاهر. لكن ليفل الاجرام اللي بقينا فيه ان احنا بناخد الاطفال ونعمل بيهم كده ونطلعهم طيارات والحاجات دي، اتمنى ان ده يهز فكره الدكتور المثالي في دماغنا، عشان في ناس فاهمه ان الدكتور ده ملاك كائن بجناحات، ما بيغلطش نهائيا، ما بيعملش اي حاجه غلط، ما عندوش مشاكل، ما عندوش عقد. فلا يا جماعه، احنا بناخد بالنا من كل البشر لانهم بشر وليهم شيطان بيوسوس لهم وعندهم شهوات وعندهم مشاكل وعندهم عقد. بشر، هو دكتور، هو طيار، هو مهندس، هو بتاع بليله، هو بشر. نخلي بالنا على بناتنا وهم رايحين يكشفوا عند دكتور ذكر، واذا كانت متاح ان سيده هي اللي تكشف عليهم ده افضل. بقيت مضطر، مفيش غير ده، التخصص ده مفيهوش غير رجاله، انا في حاله طوارئ فانا مش هينفع غير راجل، تعبانين في نص الليل فمفيش غير راجل، حاله حمل طارئه مفيش غير راجل، خلاص انت ما قدامكش غير ده. لكن يبقى قدامي 20 دكتوره وانا اروح، اصل الدكتور ده بيقولوا عليه شاطر. طب والدكتوره دي خريجه ايه؟ باليه مائي؟ ما هي خريجه نفس القسم.